هقول لك على معلومه هتفيدك جدا في الغربه بعد ما تصلي على النبي يا صديقي. لو انت بتشتري اي حاجه حاول ان انت تشتريها في العروض. يعني هتشتري جاكيت مثلا ب 60 ريال هتلاقيه في العرض مثلا ب 40. هتلاقي في حاجات على خصومات 50%. هتلاقي مش عارف فرخه بدل من 18 ريال هتلاقيها ب 12 ريال. واهم حاجه طبعا الصلاحيه عشان تبقى واخد بالك. مده صلاحيه مثلا بيبقى فيها 3 4 ايام، فانت هتعملها في خلال ال 3 4 ايام دول. اي حاجه هتشتريها حاول ان انت تشتريها في العروض. طيب هتقول لي يا عم ده بيبقى فرقها ريال 2 ريال 3 ريال. لو جيت وحسبتها على اخر الشهر هتلاقي نفسك يعني كسرت 50 ريال 100 ريال، فانت ولا بالمصلحه. تمام. وفي حاجه كمان، لو انت بتشتري اكل من بره حاول تتعلم الطبيخ بصراحه. يعني انا بعرف اطبخ دلوقتي بس على قد شويه. موضوع الطبيخ هيفرق معاك في الفلوس. تاني حاجه الاكل صحي يا جماعه، الاكل صحي، الاكل البيتي بيبقى صحي. لو عملت شويه فول انا عندي احسن من ربع فرخه.